ما تخلص يا أستاذ، هتضربها ولا مش هتضربها؟ حسبي، في حد ورا الباب، حرامي ده ولا ايه؟ خدي بالك، ده ماسك حاجة في ايده. لفي، لفي يا بنتي، بصي في ايه وراكي. بتستحبي من ايه؟ من جوزك؟ يبقى هو ده جوزها بقى. وكانت مش معرفة ان هي مش خارجة. وايه بقى، تقريبا كان نايم وهي قالت اخرج كده اتسحب كده وارجع بسرعة من غير ايه ما حد يعرف يعني. هو بقى ايه وراها وماسك لها الحزام. شكلك هتاخدي حتة علقة، انما ايه اخر حلاوة يا بت. حد قالك تضحكي عليه وتخرجي من غير علمه؟ ده طبعا ما يصحش وعيب جدا، وما ينفعش ان انتي تعملي كده. مبسوطة قوي انك ما اتكشفتيش. بصي وراكي، ده في حتة مفاجأة ولا ألف ليلة وليلة. ما تبصي وراكي يا بت، يا بت بصي وراكي. اضرب يا عم بقى وخلصنا بقى، هتفضل بقى ماسك كده وهيعمل كده يفضل. ما تخلص، خلصنا. اديها، هاتها من شعرها. يلا يلا يلا. الله بقى، هو هيفضل ماسك الحزام كده يرفع ينزل يرفع ينزل يرفع ينزل. ايه مالك؟ يلا بقى. يا عيني على الكحكة اللي عملتيها. دي عملت كحكة انما ايه، لبست شعرها لبست شعرها، يعني اللي هو خبت شعرها بالكحكة. طب ايه، اديها. اضرب، اضرب، اضرب خليني اتوب. انا مش فاكره كانت في جمله في فيلم كده، اضرب خليني اتوب، حاجه زي كده تقريبا، بتاع احمد حلمي لما كان ماسك الحرامي. اضرب كمان، عايزه اتوب. تقريبا يعني كانت حاجه زي كده. انتي بتغيري فين؟ بتغيري فين يا ماما؟ شايفين هي خبت نفسها ازاي؟ البت دي عارفه ومتفقين سوا. ايوه متفقين طبخينها. بتستغفلونا، بتستغفلونا واحنا مغفلين وبنستغفل. لا يا حبيبتي انا كشفتك، ايوه انا كشفتك. عماله يا بنتي بصي وراكي بقى، بصي وراكي بقى وخلصينا، وانت اديها بقى واخلص وخلينا نخلص الفيديو. هتفضل ترفع وتنزل. انتي بتعملي ايه ومطمنه من ايه؟ ده وراكي يا ماما، ده وراكي يا عيوني، يا حبيبه قلبي. ارجوك لا، ما تضربنيش، ما تعملش فيا كده بالله عليك، انا غلبانه. مش هكدب عليك تاني، مش هخرج من وراك تاني. ايه؟ طب انت هتضرب ولا لا؟ يعني يعني انت حمستنا في الاول بقى وهتديها في الاخر تكدب علينا. يا كذاب، يا كذاب. مش ده الاتفاق ولا ده كان العشم؟ اه، خلت بينا كلنا وكمان بالمتابعين. دعونا نبكي. يلا ابكوا ابكوا. لا انا مش هبكي، انا فرفوشة، عايزين تبكوني ليه؟ انا لسه صغيرة، ابكي ليه؟ الله. ولا انتوا تبكوا، محدش يستاهل. المسكرة بتاعتك
اغلى من العياط والله، واغلى من اللي هتعيطي بسببه. مسكرتك غالية، ما تضيعيش المسكرة بتاعتك علشان حاجة ما تستاهلش يا هانم.